السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال وافضلها يا رب. معكم الشيف مليكه من قناه مليكه مام. مرحبا بكم معي في فيديو جديد ووصفه جديده. الوصفه اللي غنشارك معكم اليوم هي كيك الدلاع او البطيخ الاحمر، اللي كتجي صراحه رائعه مزينه بالفواكه. بما ان في فصل الصيف الفواكه موجوده وكذلك سهله في التحضير ديالها. اي واحد يقدر يوجدها، ما محتاجاش الماتيريال ولا ليمول ولا تقنيات كثيره اللي يمكننا نحضروها نقدموها للضيوف ديالنا كديسير، او لا كذلك يمكننا نحتفلوا بها نستعملوها ككيك عيد الميلاد او لا مناسبات. طريقه مختلفه عن الكيك العادي. قبل ما نبدا معكم الطريقه والمقادير، الا كنتوا اول مره كتشاهدوا الفيديو في القناه، ما تنسوش ديروا لايك وديروا اشتراك وتفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم اي فيديو جديد حطيته في القناه. كذلك ما تنسوش تشاركوا الوصفه مع الاصدقاء ديالكم فضلا وليس امرا. هنا كما كيبان لكم انا خديت الدلاعه قسمتها على جوج. هنا انا عندي الدلاعه كبيره، فالا كنتو غتستعملوا دلاع صغير فغتحتاجوا جوج دلاعات. كيبقى على حسب الحجم ديال الكيك اللي بغيتو. فانا خديت دلاعه هنا كبيره كما كيبان لكم، قسمتها على جوج، حيدت لها القشره في الاول. عاد باش غنبدا نقاد لها الشكل ديالها باش تجي على شكل كيك. هنا من بعد ما نقيت الدلاعه كامله حيت القشور، غنبدا نقص من الفوق باش نحصل على القطر اللي بغيت انا، يعني على قد السيركل اللي بغيت الكيكه تجيني. فانا هاد الطرف الاول استعملت فيه الكيكه الصغيره اللي غتجي من الفوق، وكنبدا نقاد فيها من الجوانب باش ما تبقاش مايله. بالنسبه لهاد الاطراف اللي كنحيد فانا استعملتهم كعصير، فحاجه ما كتلح. كنستمر بهذه الطريقه حتى نقاد ليها الشكل ديالها يجي دائري. من بعد ما كملت الكيكه الاولى فغناخد الطرف الثاني وغنحضر الكيكه الثانيه اللي غتكون هي لا باز، اللي كتكون كبر من الاولى اللي استعملت. فبنفس الطريقه غنحيد القشره هي الاولى، ومن بعد غنبدا نقاد السيركل ديال الكيك باش تجي على شكل دائري. هنا من بعد ما كملت كما كيبان لكم، فانا بغيتها يكون الشكل ديالها مسطح باش ما تجيش مايله. فكنقاد ليها السطح ديالها وكنقلبها عاد باش كنبدا نزول الجوانب باش تجيني دائريه. هذا هو الشكل ديالها. من بعد ما قديتها كناخد القطبان ديال العود كنزكيهم في الضلع الاولى وكنحط عليهم الطرف ديال الكيك الثاني. هنا كما كيبان لكم انا خديت الفريز وقطعته على جوج وثبته بالطريقه بالشكل اللي كيبان لكم. فكناخد العويدات ديال السنان كنثبتهم في الاول، وعاد كنثبت فيهم الفاكهه اللي بغيت انا
الشكل اللي بغيت انا، او لا بالطريقه كنوجههم بالطريقه اللي بغيت انا. كنحاول نستعمل الوان. فكاين جوج طرق: يا اما كتثبتوا الكيردون هو الاول في الثلاجه باش كتزكيو عليه الفروي، او لا العكس، تحطوا الكيردون في الفاكهه، في الطرف ديال الفاكهه اللي بغيتو، وعاد باش كتثبتوه في الثلاجه في الكيك ديال التلاح. انا كما كيبان لكم انا حاولت نستعمل التين، لكن اللون ديالو ما عطانيش، ما حصلش على التين اللون ديالو اللي زوين، ما حطيتوش في الكيك. كما كيبان لكم انا استعملت هنا الخوخ، استعملت الشهديه، عفوا ماشي الخوخ، الشهديه، واستعملت العنب. كيبقى الفواكه اللي غتستعملوا اختيار منكم، فانا كنحاول نستعمل الالوان مختلفه باش فقط نعطي جماليه للكيك. هنا كما كيبان لكم انا خديت حبه ديال الكومكوات اللي هي كتشبه البرتقال، كتكون طويله، كتكون صغيره، قطعتها دائريه وزينت بها. فماشي بالضروره تستعمل الفواكه اللي استعملت انا، فاستعملوا اللي متواجد عندكم. نحاولوا فقط نستعملوا الوان مختلفه باش تعطينا جماليه للكيك. وكذلك الشكل ديالو، يبقى لكم اختيار انكم ديروا دائري او لا تقطعوه على شكل مثلثات كذلك، او لا تقطعوه لاربعه او لا سته كيف ما استعملت الشهديه. فكنستمر بهذه الطريقه نثبت الفواكه. كذلك غنستعمل المشماش، يعني فالفواكه ما شاء الله في هذا الصيف متواجده بكثره وبغزاره، فيمكن لكم تستعملوا اي حاجه متواجده، فقط يكونوا مختلفين الالوان باش كتعطي، باش كنزينوا الكيك ديالنا. هنا انا استعملت هنا البلاك بيري، قسمته على جوج. يمكن لكم تستعملوا صين كذلك ما تقسموش، انه كيبان الشكل ديالو صراحه رائع. فبعض الحبات انا قسمتهم، بعض الحبات استعملتهم هكاك، اللي الحبات اللي كانوا صغار فانا استعملتهم هكاك صينين، وبالنسبه لهذو اللي كبار فانا استعملتهم قسمتهم على جوج. كنستمر بهذه الطريقه. وكذلك بالنسبه للفواكه فيمكن لكم تحطوا تعمروا النص ديال الكيك من الفوق وتجيو حتى للتحتانيه كذلك، او لا تهبطوها كما هبطت انا هكا. فالاختيار كيبقى لكم، ممكن بزاف الطرق. فهذه فكره، يمكن لكم تزينوا بالطريقه اللي بغيتو، الشكل اللي بغيتو. من بعد ما انتهيت من تزيين الكيك، الفواكه اللي بقات ليا غنغطي بها، غنغطي طبق ديال التقديم. كنحاول نرتبها بالشكل كتجي الالوان في كل جهات كيجيو نفس الالوان. يمكن لكم تقدموها كذلك في طبق التقديم بوحدها، ماشي بالضروره تكون معها الفواكه، لكن انا هاد الفواكه اللي بقات ليا فبغيت نستعملها ونستغلها في نفس الطريقه. فبالنسبه للخوخ والشهديه، عندي هنا خوخه وشهديه، وخوخ الشهديه استعملتها في الكيك، والخوخ بقات عندي هنا فانا تاهي قطعت اطراف. كذلك المشماش، بعض الحبات اللي حطيتهم صينين، بعض الحبات اللي قسمتهم. نفس الشيء الباقي الفواكه. يمكن لكم تستعملوا البلوبري، راسبري، يعني اي فواكه متواجده، فقط تكون الفواكه كما قلت تكون مختلفه الالوان باش تعطينا واحد الجماليه في هذا الكيك. هنا عندي الفرويت باسيون، فانا قسمته فقط على جوج وزينت به من الجوانب. وهكا جيت لنهايه الوصفه. فكما كيبان لكم النتيجه رائعه، وما نحتاجش نقول لكم الفواكه شحال كتكون لذيذه ومنعشه في الصيف. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تشاركوه مع الاصدقاء ديالكم باش تعم الفائده، وكذلك تساهموا في ان القناه ديالي تعرف. الا كنتو كتشوفوا ان الفيديوهات ديالي يستحقوا انهم يتعرفوا اكثر، فضلا وليس امرا. كنت معكم الشيف ملكه من قناه ملكه همهم. الى اللقاء في فيديو جديد مع وصفه جديده. دمتم في امان الله.